أكبر غلط ممكن تعمله في حالة نزيف الأنف إنك ترجع راسك لورا، وده لأنه للأسف بيسبب مشاكل أكبر بكتير مما كنت تتصورها، لأن الدم اللي نازل نتيجة النزيف ممكن ينزل في المعدة، وكمان الأخطر إن هو ينزل في الجهاز التنفسي. لو نزل في المعدة بيسبب قيء وغثيان، ولو نزل في مجرى الهواء أو في الجهاز التنفسي لا قدر الله ممكن يسبب اختناق. طب دلوقتي احنا عرفنا الغلط، ايه الصح اللي ممكن نعمله؟ مبدئيا لازم نهدى، قعد المصاب بحيث يكون ظهره بزاوية قايمة، ونميل راس المصاب للأمام، ونبدأ نضغط على الأنف لمدة 10 دقايق من الجزء اللي قدام اللي هو بيكون طري، ونستمر في الضغط لمدة 10 دقايق. ولو توفر معانا كمادة باردة نقدر نحطها على جزء العظم من الأنف أو على منطقة الجبهة بحيث تعمل انقباض للأوعية الدموية وتقلل من نسبة النزيف اللي نازل. ولو النزيف ما وقفش في خلال 10 دقايق نكرر تاني مرة 10 دقايق كمان، لو ما وقفش نكرر كمان 10 دقايق. طيب لو هو ما وقفش نهائي ابدا ان انا اتوجه لاقرب دكتور بحيث ان انا اطمن على الشخص اللي حصل عنده نزيف. وربنا ينجينا جميعا. هي معلومة صغيرة بس ممكن تساعد في انقاذ حياة انسان.